فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. القاضية: كولر يباغت الترجي التونسي ب3 أوراق نارية في نهائي دوري أبطال إفريقيا. تتجه جميع أنظار الوطن العربي إلى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي في المواجهة المرتقبة والمنتظرة، والتي ستقام على استاد رادس ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء أمس عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر جلسة مع جهازه المعاون من أجل وضع التشكيل الأنسب للفريق خلال مباراة الترجي والحصول على التقرير الفني للترجي التونسي ونقاط القوة والضعف لدى الفريق. واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في لقاء لا يقبل القسمة على 2 ولا بديل من فائز من أجل تحقيق لقب الأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخ القلعة الحمراء. وعلم أهلي نيوز من مصادره داخل النادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر قرر الدفع بوسام أبو علي وحسين الشحات وبيرسي تو في الخط الأمامي والاعتماد على سرعات الثلاثي في ظل الهجوم العشوائي الذي يقوم به للاعبي الترجي، حيث أثبتت التقارير الفنية أن من نقاط الضعف لدى فريق الترجي الهجوم بعدد كبير من اللاعبين وترك مساحات كبيرة في الخط الخلفي، وهو ما سيعتمد عليه كولر خلال مباراة اليوم. وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 10 مساء اليوم السبت أمام الترجي التونسي في اللقاء الذي سيقام على استاد رادس ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. غضب محمود الخطيب: غليان داخل الأهلي قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي. أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر مرانه الرئيسي الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب حماد العقرب الأولمبي برادس، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأبدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استياءه الشديد خلال المران الأخير واعتراضه على تواجد عدد من العمال داخل ملعب رادس، حيث تم توقف المران من قبل السويسري مارسيل كولر ورفض استكمال المران لحين خروج الجميع من ملعب المباراة. وعلم أهلي نيوز من مصادره داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب أبدى غضبه الشديد من تواجد العمال داخل ملعب رادس خلال مران الفريق الأحمر الأخير، وطلب من مسؤول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ضرورة التدخل وفض الملعب على الفور بجانب تواجد مراقب المباراة وتحرير ذلك في مذكرة من أجل تقديمها إلى كاف. وحذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأحمر من التراخي وطالبهم بضرورة التركيز وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق الأحمر في مباراة العودة واستغلال أنصاف الفرص والمساحات التي تكون في ظهر الفريق المنافس من أجل تسجيل أهداف. واعتمد المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على العديد من الجمل التكتيكية بجانب التسديد من خارج المنطقة والعرضيات وضرورة إغلاق المساحات وتضييق خطوط الملعب على لاعبي الترجي، حيث وضع السويسري مارسيل كولر خطة العبور وحصد لقب البطولة. وتلعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في 10 مساء اليوم السبت في اللقاء الذي من المقرر إقامته على استاد رادس ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. عرض فرنسي يهدد استمرار نجم الأهلي وتحرك عاجل من كولر قبل مواجهة الترجي. تردد في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشارت وجود بعض العروض الأوروبية ورغبة العديد من الأندية الخارجية في إبرام التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحصل محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إشادة كبيرة من جميع المحليين والنقاد عقب المباريات القوية التي خاضها اللاعب مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات التي شارك فيها سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وتحقيق العديد من البطولات، حيث لفت أنظار الجميع واقترب من الرحيل إلى الدوريات الأوروبية. أبدى نادي موناكو الفرنسي وجالطة سراي التركي رغبتهما في التعاقد مع المدافع الدولي محمد عبد المنعم لاعب
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واقتراب اللاعب من الرحيل إلى الدوريات الأوروبية، وسيتم مناقشة ملف رحيله عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وعلى حسب ما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، النادي موناكو دخل في منافسة مع نادي جالطة سراي من أجل التعاقد مع الدولي محمد عبد المنعم الصيف القادم، حيث ينتهي عقد محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2025، ممن يسهل عملية التفاوض على ضمه مع مسؤولي القلعة الحمراء. وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأحمر من أجل الحديث معه على ضرورة التركيز خلال مباراة الترجي التونسي، وعدم الالتفات إلى الأنباء التي ترددت، لسيما أنه لم يصل أي عروض رسمية إلى النادي خلال الساعات الأخيرة. ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في 10:00 مساء اليوم السبت في اللقاء المرتقب والمنتظر، والذي سيلعب على استاد رادس ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.